انا بكلمك بمنتهى الامانه. ايه اللي حصل في كاس العالم، واللعيبه اللي كانت بتخش تتصور، واللعيبه اللي كانت بتطلع فيديوهات للفرقه وي كل الكلام ده. انت بتقول لي ما وصلناش كاس عالم، هتوصل كاس عالم ازاي وانت اصلا الناس اللي ماسكه الكوره في مصر ما بتحبش مصر؟ هتوصل ازاي؟ بص بقى الفرق، ما بتشتغلش للمصلحه العامه، كله لمصلحه نفسه، كله للمصلحه الخاصه مش العامه. لان انت دلوقتي احنا قلنا لما جه وصلنا كاس عالم، وانا قلت الكلام ده 100 مره معاك ومع غيرك ومع الدنيا كلها، احنا وصلنا نعمل حفله. كمل خليك معايا، ما تقعدش بقى تشاور لمين. خليك معايا انا. ماشي. نعمل حفله لكوبر ماجد المخرج، نعمل حفله لكوبر عشان كان قاطع على ابو الدهب، فقلت له اقطع عليك يجيبك يا عم. انا مش عايز اجي، بس انا عايز اتكلم بس. يلا نعمل حفله لكوبر ونجيب مدير فني قدامنا 8 شهور يعمل لنا منتخب بجد. 8 شهور. هو وليد الركراكي ده جه بقى له قد ايه؟ 3 شهور. طيب يعني اذا مفيش حجه ان احنا كان قدامنا 8 شهور بحاله. الامم الافريقيه مشي كوبر، جبت اجيري كان عليه مشاكل وعليه واخد بالك، ما عملش حاجه وجاي ياكل عيش، وخرجنا من بطوله افريقيا. جيت بعد كده هنا بريده جاب مين بعد جيري؟ هو كان مشي وجه احمد مجاهد، جاب الكابتن حسام. كان في ساعتها كابتن حسن شحاته والكابتن حسام حسن والكابتن حسام البدري. راح للاختيار الثالث، وكان في واحد رابع اللي هو جه مسك ده اللي هم كانوا طالعين بالسما. صح؟ اجيب اسم. انت بتدي الكوبر ساعتها 170 ولا 130 الف دولار ولا 100 الف دولار؟ لا، اجيب واحد 200 الف دولار في المرحله دي بس يعمل لنا منتخب محترم، لان انت كان عندك لعيبه كوره محترمه. صح؟ رحنا ساعتها وقلنا منتخب مصر هيبقى حصاله. حصل؟ رحنا وخسرنا كل الماتشات ورجعنا. وكان معانا مين؟ محمد صلاح اللي احنا جبناه الارض ساعتها، لان ما كسبناش ولا ماتش. طيب جيت بعد كده جبت كاس بس ايهاب كلام الثلاثه. كابتن ايهاب كلام. لا وانت اللي تقول كابتن. ماشي، انا اقول طبعا كابتن. واخد بالك؟ شرف ليه؟ واخد بالك؟ فجير العطا رسي على مين؟ على حسام البدري. ليه بقى؟ بالمقوله بتاعتك اللي انت دايما بتقولها، اصل البطولات، اصل ما اعرفش ايه، طبعا. اصل الايه. لا مش طبعا. مش طبعا، على حسب الاهواء مش البطولات. لا انت لو حسام عايز بدري ما جاش اهواء. اسمع الكلام بس، اسمعني بس. استهدى بالله بس. لا استهدى بالله بس. حسام هتسيبني اكمل انت مش عايز تعرف ليه؟ بس الجزئيه بس. لا ما ثواني، لما هتيجي تقول حاجه على غير المنطق، حسام البدري واخد بطولات مع الاهلي، واخد بطولات مع الهلال السوداني، وبالتالي على حسب البطولات. هو ولا كابتن حسن شحاته؟ لا حسن شحاته ده. طب ما هو كان مترشح معاه في التوقيت ده يا حبيبي. مش كانوا الاثنين؟ ما تقارنش حسن شحاته. لا انا هقول لك بقى معلومات. أوه. احمد مجاهد رمى حسن شحاته بس عشان يتوه الناس عن حسام حسن. ثم دي يا كابتن زي ما لكن حسن طب استنى بس، استنى. الكابتن اللي جه فيه كابتن حسام البدري، انت كان ساعتها مترشح الثلاثه دول والرابع اللي انا قلت لك عليه. مين اللي كان اقوى فيهم؟ كابتن حسن شحاته. ماشي، هو حسن واخد بالك؟ ادي واحد. رقم اثنين كابتن حسام حسن. من وجهة نظرك. رقم ثلاثة، لا ده اللي كان موجود في السوق ساعتها. رقم ثلاثة كان ايهاب جلال. رقم أربعة كان حسام البدري، كابتن حسام البدري. جابوا حسام البدري. طب هل دول يعني انت بتقول لي عشان خد بطولات؟ طب الكابتن حسن ما هو ده مترشح اهو، ما جابوش ليه؟ لو انت بقى عايز الصالح العام. لا هو كان وقتها. لا 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 ما تقوليش ده بعد كروش. بعد كروش. لا يا حبيبي، الكلام دوت المره الاولانيه لما جابوا الكابتن حسام. قبل ما احنا مش انت بتقول لي الكوره، بقول لك المنظومه فاشله. ماشي. واخد بالك؟ فانت جيت بعد كده جه كابتن حسام. كابتن حسام بدري يعمل ماتشات، هم يقولوا له لا نكمل الدوري، نعمل ماتشات. إيه؟ انا لو منه هقدم استقاله وامم الاهلي والزمالك. ماشي، بس هو حسام البدري كان بيتحارب يا كابتن رضا. اقدم استقاله وامشي. قبل مباراه ايه هو تعادل مع مين؟ بره مع ملاوي اعتقد. لا توجو، باين في توجو ولا حاجه زي كده. مع مين يا جماعه حسام البدري؟ توجو في توجو. تعادل مع مين؟ المهم يعني قعد مع هنا بريده في الساحل الشمالي. يا عم لا، اللي كان ماسك احمد مجاهد. لا انا بقول لحضرتك بس هو ما تتوهناش، خلينا نمشي لغايه ما نيجي لغايه. انا مش بتوهكش، لان انت ماسك منتخب مصر، انت مش تحت امر لا نادي ده ولا نادي ده. انت جاي عشان تنجح مع منتخب البلد، ماليش دعوه بنادي.
واخد بالك، وماليش دعوه باي تاثيرات تانية. انا ليا دلوقتي ان انا جيت في المكانه دي، يبقى لازم يكون في. هو طلع بعد كده بقى وبرر وقال لك اصل كان النادي الاهلي عنده بطوله افريقيا، كل الكلام ده انا ما يخصنيش، ما يخش دماغي بمليم. لا، انت ماسك منتخب مصر اللي هو الشمالي قبل المباراه دي، لان كان متاخد قرار انه هيمشي، اتعادل خسر، كان متاخد قرار انه كسب كسب هيمشي. طيب ده انا بكلمك بس استنى بمنتهى الامانه. طب ماشي، انا شايف النيه دي بقالي فتره وماتشات لا كمل ماتشات الدوري، طيب. ماتشات لا ريح، اسمعني بس، اجل اتفضل. مش عارف ايه عشان ايه، واخد بالك، لا اقدم استقاله وامشي، واخد بالك. جه الكابتن حسام مشي. طيب هو كمدرب وطني يا كابتن بعد اذنك، كابتن حسام، وبيتعرض لمؤامرات فبيستحمل علشان ده منتخب بلده. انا بقول لك برضو وجهة النظر التانية، انا بستحمل عشان ده منتخب بلدي، فبالتالي ولدرجة ان انا خلي بالك حسام البدري لما الدنيا تتقلب ما بيروحش لحد، اضطر ان هو يقعد مع هنا بريدة علشان يهدي الدنيا، علشان ده كان منقول للعيبة كمان ان هو هيمشي. فانت لما يكون لعيب، وانت حضرتك طبعا مش انا اللي هقول لك، لما تكون كلاعب بتتعامل مع مدرب كده كده هيمشي، هتبقى انت وانت فاكر الواقعه بتاعت مصطفى محمد مع حسام البدري، ما هو بسبب اللعيبه كانوا عارفين ان كده كده هيمشي. طب هو ما مشيش ليه من قبل الكلام ده، طالما انا عارف ان هم بيتلككوا لي وعارف ان انا مش ده هرب من لا ما هربش، لا يا حبيبي. انا ببص هقول لك على حاجه، ما ربنا عرفوه بالعقل. انا دلوقتي بقول لك، انا مش الفتره اللي جايه دي اللي هي فيها الماتشات، انا عايز ماتشين مثلا اعمل ماتشين. كابتن رضا حضرتك قبل كده قلت لي ان من اكتر المدربين اللي اتظلموا الفتره اللي فاتت هو حسام البدري. ايوه انا ما هو بس انا بقول لك كان ما يقعدش الاخر لما يتم الاقاله. انا شايف ان هم بيحاربوني، اظهرهم للشارع المصري، اظهر الكلام ده للراي العام، واخد بالك. ماشي، ما هو ظهر بعد كده. طب بعد ايه؟ بعد خراب مالطا؟ ايوه هو متعود يا كابتن رضا ان بيشتغل وبس. اشمعنى كروش لما جه عملوا له ماتشات وديه أيوة وجروا بقى يرشوا له الورد تحت رجليه والفلوس والدولارات ده يأكد لك ان الراجل كان بيتحارب يا كابتن. ايوه ماسك، وكان ماسك في ظروف انا صعبة امشي على اسمع بقى قبل ما اوصل هيقول لك هرب يا كابتن. لا ما فيش حاجه والله يقول لك لا 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 لو انا لو لا يا عم اسمع، جت كم مره الماتشات الدوليه نمشي بس واحده واحده. في خلاف على امكانيات حسام البدري؟ لا. طيب اما انت حضرتك تبقى موجود وبحجم حسام البدري وبتاخد بطولات مع انديه، سواء انا بقيس الناس يعني بره النادي الاهلي كمان، مش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي كده كده ممكن اي حد يعني بنسبه كبيره بياخد بطوله، لكن لما ياخد بطولات بره النادي الاهلي. خد ايه؟ ده هو الدوري بتاع السودان. ماشي. انا خدت، انا شميت ريحه مش كويسه، اقدم استقاله وامشي. هربت ما هربتش، عندكم الجمل بما حمل، واخد بالك. حد بقى لو رحنا كاس العالم بالمنظومه دي، اللي حصل في 2018 كان هيحصل، بس على يعني اسوأ بقى. ليه بقى؟ احنا طبعا شفنا الراجل ده، وشفنا في الماتشات اللي هي مفروض في نهائي افريقيا هو يكسبنا، وكان عنده الادوات اللي تكسبه. كان رمضان صبحي وكان زيزو قاعدين على الدكه، وكان تريزيجيه، فاكر؟ ما لعبهمش الا في الاخر، وما لعبش الا زيزو بس. زيزو نزل عمل شويه حاجات، كان بيعمل فرق. نفس الكلام حصل في الماتشين اللي هم بتوع كاس العالم. فلو كنا رحنا اللي حصل في 2018 ككوره وفنيات، لا ده كان هيبقى اسوأ. مش كنا هنبقى حصاله بقى، احنا كنا هنبقى شخليله. قرب يا جدع، قرب يا جدع، 4 5 6 وتيجي كل ماتش، واخد بالك. انما احنا عندنا لعيبه والله العظيم المستوى ما بقاش فارق، بدليل مش محمد صلاح ده مصري لما بيلعب معاهم ايه اللي بيحصل؟ هو محمد صلاح قالها طالما انا حققت ده يبقى اي لاعب يقدر بس عندنا لما تتوفر له المنظومه من فوق، المناخ. هات بقى مدرب كويس، واخد بالك، يختار لعيبه كويسه تساعد محمد صلاح، اقسم بالله هنوصل ابعد من دور الثمانيه. انما بكروش لا الحمد لله اللي ما رحناش بالراجل انا ده. بس اختصارا عشان نروح للاهلي والزمالك، عشان انا عشتها بس قبل 2006 و8 و10. ماشي. كان اللواء حرب الله يمسيه بالخير هو اللي عمل منتخب 2001 بتاع شوقي غريب اللي خد البرونزيه، ومنتخب حسن شحاته اللي خد افريقيا 2003.
اللي من الجيلين دول اتعمل 6 و8 و10 واتطعموا بلعيبه يعني ليهم سواء محترفين او الكلام ده كله. احمد حسن ده وقت اللي هو حرب. لا بس هقول لك على حاجه، بس انا بس هقول لك على نقطه مهمه. خلي بالك انت بتتكلم في التوقيت 2001 وكان 2000 وكام 3 2001 و2003. طيب. بص بقى على انديه مصر في التوقيت ده، شوف قطاعات الناشئين كانت عامله ازاي بالظبط. ما انا لسه هكمل لحضرتك. انت واخد بالك؟ كان اللي هو حرب عامل لجنه قطاعات برئاسه كانت اللواء اسماعيل اليمني. ماشي. وكانوا مهتمين جدا بدوري القطاعات ودوري الناشئين. ودوري القطاعات ساعتها لو تفتكر كان بيبقى اقوى من الدوري الممتاز. بالظبط. احنا كنا بنروح نتفرج على الماتشات اللي هي بتاعت الشباب. فعشان كده كان عندك ايه؟ عندك قماشه كبيره. انما انت دلوقتي هات لي كده في ناشئين الاهلي او الزمالك او اي نادي خلقه ربنا في مصر لاعبين، بلاش مش هنروح بعيد، السنه اللي فاتت كل اللعيبه الناشئين اللي كانوا في النادي الاهلي كان مين امهر او اللي احنا كلنا متوسمين فيه خير؟ كان زياد طارق. فين هو؟ بالظبط. واخد بالك؟ طب انت رحت جبت مصطفى ميسي، ده برضه راجل من اللعيبه الموهوبه. طب هو فين دلوقتي؟ ده في اتجاه ان هم يعيروه في يناير. انت واخد بالك؟ اذا دلوقتي مش هنقول حاجه تانية، هنقول العين مش كويسه. امال انتوا جايبينه ليه؟ يعني انت جايبينه بكام مليون ومشيت لعيبه عشان تجيب الراجل ده، وبعد كده الراجل ده لما جالك انت بتخليه يتمرن مع الناشئين. طب جبته ليه؟ لما كنت سبته في نادي بقى يكسر الدنيا. بتتكلم كمان على